يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. النهاردة هنتكلم عن موضوع ممكن كتير مننا يكون فاكره مضيعة للوقت، لكن الحقيقة إنه سر من أسرار النجاح والإنتاجية العالية. أهمية أخذ الاستراحات. إزاي الراحة بتزود الإنتاجية وبتجدد طاقتك. كتير مننا بيقع في فخ الشغل لساعات طويلة ومتواصلة، بنحس إننا لو وقفنا هناخد وقت طويل عشان نرجع أو إن الوقت هيضيع مننا. بنخاف ناخد راحة عشان ما نبانش إننا بنستهبل أو مش مجتهدين. الحقيقة إن الشغل المتواصل ده مش بس بيقلل من جودة شغلك، لأ، ده كمان بيزود الإرهاق الجسدي والذهني وبيخليك عرضة للأخطاء، وبيقلل من إبداعك وقدرتك على حل المشكلات. بتتحول لآلة بتشتغل من غير طاقة أو تركيز. ممكن تحس إنك بتجري في دايرة مفرغة، بتعمل مجهود كبير لكن بنتائج قليلة. لكن الخبر الحلو إن في أدلة علمية واستراتيجيات عملية هتساعدك تفهم إزاي الاستراحات دي مش رفاهية، دي ضرورة، وإزاي ممكن تزود بيها إنتاجيتك بشكل ملحوظ. في الفيديو ده مش بس هنقنعك بأهمية الاستراحات، لكن كمان هنفهمك المبادئ العلمية والنفسية وراها، وهنشاركك خطوات عملية وبسيطة جدا تقدر تطبقها من النهاردة عشان تخلي الاستراحات جزء أساسي من روتينك اليومي. ليه الاستراحات مهمة جدا لإنتاجيتك؟ الأسباب العلمية والنفسية. بتجدد طاقتك الذهنية. Cognitive Restoration. عقلك مش بطارية بتشتغل على طول. المهام اللي بتحتاج تركيز زي التحليل، حل المشكلات، اتخاذ القرارات بتستهلك طاقة معرفية. الاستراحات بتسمح لمخك إنه يستعيد نشاطه، كأنك بتشحن البطارية تاني. بتحسن التركيز. Improved Focus. بعد فترة من التركيز المتواصل بيحصل إرهاق انتباه attention fatigue. الاستراحات القصيرة بتعيد تنشيط قدرتك على التركيز وبتقلل من الأخطاء الناتجة عن التشتت. بتزود الإبداع وحل المشكلات enhanced creativity and problem solving. لما بتاخد راحة مخك بيشتغل في الخلفية على المشاكل اللي كنت بتفكر فيها default mode network. ده بيساعدك تشوف الأمور بمنظور مختلف وتوصل لحلول مبتكرة ما كنتش هتوصل لها وانت تحت الضغط. بتقلل التوتر والإرهاق reduced stress and burnout. الشغل المتواصل بيزود هرمونات التوتر زي الكورتيزول. الاستراحات بتقلل الهرمونات دي وبتديك فرصة للاسترخاء، وده بيحمي صحتك النفسية والجسدية من الاحتراق. بتحسن جودة القرار better decision making. مع الإرهاق قدرتك على اتخاذ قرارات حكيمة. إزاي تاخد استراحات ذكية تزود بيها إنتاجيتك؟ خطوات عملية. الخطوة الأولى، خطط لاستراحاتك مسبقاً. ما تستناش لما تحس بالإرهاق عشان تاخد راحة. حدد في جدولك اليومي مواعيد محددة للاستراحات، ده بيخليها جزء أساسي من روتينك. نصيحة، ممكن تستخدم تقنيات زي بومودورو، 25 دقيقة شغل 5 دقايق راحة، وكل 4 دورات خد 15 ل 30 دقيقة راحة. الخطوة التانية، ابتعد تماماً عن الشغل في الاستراحة. عشان الاستراحة تكون فعالة لازم تفصل تماماً عن الشغل، ما تراجعش إيميلات وما تفكرش في المهام اللي عليك. أمثلة على استراحات فعالة: قوم اتحرك، اتمشى شوية، اشرب مية، بص من الشباك، اسمع مزيكا هادية، اتكلم مع زميل عن مواضيع غير الشغل. الخطوة التالتة، حرك جسمك. الحركة بتنشط الدورة الدموية وبتضخ الأكسجين للمخ، وده بيساعد على تجديد الطاقة والتركيز. نصيحة، اعمل تمارين إطالة بسيطة، قوم اتمشى كام دقيقة أو اطلع وانزل سلم. الخطوة الرابعة، اشرب مياه ورطب جسمك. الجفاف البسيط ممكن يقلل من تركيزك ويخليك تحس بالتعب. خلي إزازة مياه جنبك واشرب منها على طول. الخطوة الخامسة، ما تفوتش الاستراحات الكبيرة. الاستراحات القصيرة مهمة، لكن الاستراحات الأطول، الغدا، نص ساعة راحة بعد 4 بومودورو، ضرورية جدا لإعادة شحن طاقتك بشكل كامل. استغلها في وجبة صحية أو قراءة كتاب بسيط أو أي نشاط مريح. الخلاصة، الراحة مش رفاهية، هي استثمار في إنتاجيتك. لما تتعلم إزاي تاخد استراحات صحية وذكية، مش بس هتحس إنك بتنجز أكتر وبتشتغل بكفاءة أعلى، لكن كمان هتحافظ على صحتك النفسية والجسدية.